انت عارفة كده ان انت شبه بابا؟ انا عارفه. ايه اكتر حاجة بتحسي ان انت شبهه فيها؟ الحته دي. طب مش نقول الاول احنا بابا مين؟ ايهاب نافع. ايهاب نافع، الفنان ايوه، الكبير ايهاب ايوه. نافع. وهو كان طيار اصلا، ما كانش فنان، كان طيار انت القوات بتحبيه ان هو طيار اكتر منه ممثل؟ هو كان بيعلمنا لما احنا كان صغير في كولورادو، في المطار كولورادو، كان بنصيف معاه هناك. وهو كان بيعلم انا واخويا صوت كله موتور كان بيقول ده سيسنا 52. وبعد كده بيدونا زي امتحانات عن صوت الموتور الطيارات. كان بيعرف الطيارة من هو صوتها كان نوعها. كله هو كان بيعلمنا من الطيارات الصغير. بس انت واضح ان انت بتحبيه كطيار اكتر منه كممثل. اكيد. ليش معنى؟ لا مش عارفة عشان انت ما بتحبيش لا لا، انا بحب كل حاجة. بس هو كان رياضي قوي، كان يعني في كولورادو احنا كان بنعمل حاجات زي كده معاه، فاهم مم. قصدي؟ سو دي حاجات دول انا افتكر. زي كان بنركب حصان، هو كان يعني انا كنت بفرج عليه بقول او ماي جاد، الراجل ده فظيع، ازاي عارف يركب كده زي الحصان وهو واحد، فاهم قصدي؟ هو كان عارف، وكان احنا كان بنروح توبوجنينج. توبوجنينج، مش عارف الكلمة بالعربي يعني، بس كان بنعمل حاجات. هو كان انا كنت بقعد على على هجره في العربية وكنت بسوق. هو كان كان هيرو كده بالنسبة لي. سوبر هيرو. زي سوبر هيرو، سوبر دادي. هو كان ماي سوبر دادي. كنت منبهرة بيه ايوه كرجل. بالظبط. يس. انا I admired him a lot. آه، فضلتي منبهرة بيه طول حياتك؟ مش طول حياتي، بس عشان في حاجات انا ما فهمتش، بس بعد ما توفر انا فهمت اكتر. انا فهمت يعني forgave him. فهمت متأخر. فهمت متأخر. آه، بعد ما توفر مم. فهمت، بعد ما توفر هو عمل كده عشان كده عمل لنا. فهمت بعدين. بابا كان شخصية وطنية جدا، يعني بيحب مصر جدا، وكان بيعمل حاجات كتير عشان خاطر البلد. اه، هو ما كانش بيحكي لكم بقى ده؟ ما كانش بيحكي لنا، ده كان شغله اكيد، مش عارف يحكي لنا. يا ريت كان بيحكي لنا عشان هنفهم ليه كان غيب مثلا، او زي انا قلت مدام سهير، هو كان بيحب البلد اكتر من اولاده و... والعيله وكل حاجه. هو كان بيحب البلد. هو واحد مصري، بس مصري بقلب يعني. كان حكمكم عليه ظالم في حياته، صح؟ آه... اتظلم. اتظلم في شويه حاجات، مم. لا، بس اتظلم بقى منك انت وماما. اه يعني عشان كان بيسيبكم من غير ما يقول لكم هو رايح فين او ممكن بيعمل ايه. بالظبط. بس انا فهمت بعد كده. زعلتي بقى ان انت ما لا لا، ما فهمتي؟ كانش. انا امي كان بتقول كان بتقول هو ساب لنا والوحدي، بس وانا ما كنتش عارف هو فين. بس بعد كده انا فهمت، بعد ما توفر انا فهمت القصه. ما قدرش يقول لها هو بيروح فين. مم. كان لازم يروح. سو هتعمل ايه؟ هي كانت بتزعل. بقيتي فخورة بيه بعد ما عرفتي اه ان هو اكيد واحد انا من فهمت. انا ان فهمت. هو بطل؟ انا فهمت. لا اكيد. بس الناس زيه هم بيموت من غير اي حد عارف حاجة. اكيد في حاجات كتير احنا مش عارفين عنه. بس الناس عرفت ان دوره الوطني كان عامل ازاي، وهو كان بيشتغل في ان جهاز مهم وكان بيعمل ادوار مهمة.
الناس عرفت كلها، القصه اتحكت يعني. تفتكر كلها؟ مش كل الناس عرفت، بس طب بس حد القصص لازم يحكي لي اكتر. يحكي لك انت ولا يحكي للناس؟ يحكي لي انا اكتر. انت مش عارفه كل يمكن حاجه. انا مش عارفه كل حاجه. انت نفسك تعرفي عن بابا كل حاجه. اكيد. يمكن انت الناس عرفت عنه الجانب اللي هو بيحب الستات، النساء، الجواز. يمكن ده الناس عرفته اكتر. يمكن ده يمكن يعني يمكن دي صورة مش حلوة اتاخدت عنه. يمكن، بس يعني يمكن ده شغله كمان. تفهمتي كل حاجة انا فهمت بعدين اكتر. سألتيه ليه سماكي جوهرة؟ يا جوهرة 11 جيم. جوهرة ايوه، مش من جوهرة. صاحب صديقته في السعودية، واحدة أميرة أميرة جوهرة. الأميرة جوهرة. أيوة. بيت الاسم مش عارفة. مش عارفة انت بتحب الاسم ولا لا سوري، أنا فكرت قلت حاجة تاني. أنا بحب الاسم، بحب الاسم. وأخويا زكريا بعد زكريا محي الدين، عشان هم كانوا أصحاب، كنا انتيم. فهو سماكوا أسماء ناس هو بيعتز بيها. بالظبط كده. في ناس كتير بيعمل كده. أنا كمان قابلت ناس اللي اسمهم إيهاب بعد أبويا. يعني ليه بتحبي اسم إيهاب؟ الناس بس في الوقت ده هم كان ما كانش في حد اسمه إيهاب كتير. لا، دلوقتي بقى فيه. ايه اكتر ميزة في بابا اللي كان بيتميز بيه؟ هو كان كام، كان هادي معظم الوقت، كان هادي. هو كان لذيذ يعني، هو كان لذيذ. بس كان قوي. كان قوي بس لذيذ، خصوصا لما بيعمل حاجات اللي بيحب. زي انا قلت لك بالنسبه لنا لما احنا صغيرين. ايه اكتر حاجة فاكراها وما تنساهاش ليه؟ هو ودتني عمرة الأول مرة الوحيد مرة. عملنا عمرتين مع بعض، وعلمني أصلي. أنا فاكرة دول. كان حريص إن هو انت عشتي معاه فترة قد إيه؟ لما احنا كان صغير 6 سنين حاجة زي كده. وأخويا زكريا هو الوحيد اللي كان عايش معاه 5 سنين هنا في مصر لما جه، بس لما كان كبير هو كان عايش مع بابا بس. وبعدين لما كبرتي؟ لا، أنا عمري ما عشت مع بابا، زكريا بس. شفتيه قبل ما يتوفى؟ أكيد، أنا كنت جنبه على طول. كنت في المستشفى السبع أسابيع أنا كنت جنبه، غير اليوم إن هو توفى. بس افتكر هو عمل كده عشان أنا مش هكون موجودة، عشان هزعل. بس انت عرفت ازاي ان هو تعبان؟ او عرفت ازاي ان هو تعبان؟ مريض 7 أسابيع اللي هما كان في المستشفى. مين اللي قال لك؟ مين اللي بلغك؟ هو كان عندي اصلا يومين قبليها وكان تمام، غير ان هو ما كانش بيشرب ميه واديت له ميه بس. مراته كلمني في التليفون، قالت لي ان هو في المستشفى وبيخرف وتعالي بسرعه. وانا رحت وطلعت ان عنده جفاف وكل حاجه نزل من الوقت ده. مش فاهمه حصل ايه بالظبط، كان حاجه غريبه شويه. قال لك اي حاجه قبل ما يموت؟ كان بيقول لي حاجات زي يعني كان بيقول حاجات زي كان عايز يطلع الاخر واحده في المستشفى، وانا ما فهمتش.